السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في أحسن حال. هاكلمكم عن مشكلة جديدة من المشاكل اللي بتقابلنا مع الأطفال، وهي ايه؟ فرط الحركة وتشتت الانتباه، اللي معروفة وانتشرت جدا ومعروفة باسم ال ADHD. ايه زمان كنا بنقول الطفل شقي بيتحرك كتير، ما بيقعدش، ما بيركزش، فالطفل ده شقي. لكن ظهر بقى مصطلح ال ADHD عشان يبين لنا ان الاوقات ده ما بيكونش مشكلة ان الطفل ده شقي ولازم نعاقبه، لا ده هو مرض ولازم نعالجه. بس مش كل طفل شقي هنقول عنده ADHD، لازم مختص في الصحة العقلية، لازم نوديه عند مختص بيعمل له اختبارات ويقول لنا ان الطفل ده فعلا عنده ADHD، مش مجرد طفل شقي عنده طاقة وبيخرجها. تمام؟ طيب ايه بقى ال ADHD؟ ال ADHD هو مرض نمائي عصبي شائع جدا، وبيسبب ايه بقى؟ بيأثر على ايه؟ بيأثر على الانتباه والتركيز والتحكم في السلوك الاندفاعي. ملهوش اي علاقة بالذكاء، كل الفكرة ان الطفل ما بيقعدش ما بيركزش، فدوت هو اللي بيأثر على تحصيله الأكاديمي، لكن هو كل مشكلته في ازاي الدماغ بيشتغل والجهاز العصبي هو بيشتغل ازاي. أعراضه بتستمر معانا لمرحلة البلوغ، بس بيقل طبعا فرط الحركة بحكم السن. لازم نتدخل مبكر، تدخل مبكر مهم جدا علشان التحصيل الأكاديمي بتاع الطفل يزيد، وعشان نطور من ذاته، آم، احترامه لذاته في مرحلة الطفولة وبعد كده المراهقة. طيب ايه اعراضه؟ اعراضه اظن من الاسم نفسه نقدر نستنتج الاعراض. اول حاجة خالص ضعف الانتباه والتركيز. ضعف الانتباه ده بيظهر في صورة ايه؟ صعوبة في التركيز اثناء المهام. انت وكلتي طفلك دوت بمهمة، فهو مش قادر يركز فيها. لو اي حاجة في البيت هو مش عارف يعملها ويركز فيها، في المذاكرة مش عارف يركز في مذاكرته ولا في عمايل الواجب بتاعته، فده بيأثر. بيرتكب أخطاء كتير لأنه عنده قلة انتباه، فأخطاؤه بتبقى كتير. ما بيقدرش يتبع التعليمات اللي انت بتديها له، هو مش عارف، هو غصب عنه. طيب تاني حاجة فرط النشاط، عنده نشاط ما بيقعدش، زي ما بنقول حرفيا ابني ما بيقعدش، بيتحرك كتير، بيجري كتير، بينط كتير، خلاص ده فاضل له شوية وبيتسلق الحيطة وهيتسلق لي السقف. كل ده دليل على كده. بيتكلم كتير، كلامه كتير جدا، رغاي بمعنى أصح. تمام. ايه تاني؟ تالت حاجة الاندفاعية، اندفاعي متسرع، بياخد قراراته من غير ما يفكر ولا حتى بيفكر في العواقب. كل ده بيقاطع الآخرين، لو حد بيتكلم هو بيقاطعه، ما عندوش استعداد ان هو ينتظر دوره، عنده صعوبة جدا ان هو ينتظر دوره. رابع حاجة سوء التنظيم، هو ما بيعرفش ينظم أي حاجة تخصه، ما بيعرفش ينظم وقته، ما عندهوش إن هو ما عندهوش حكاية الأولويات دي، مش عنده، ما بيعرفهاش إيه هي الأولويات. بيأجل المهام وبيضيع حاجاته. كل دي من أسباب إيه؟ من المظاهر اللي بتقول إن الطفل ده ممكن يكون عنده ADHD. طب إيه أسباب ال ADHD؟ بنعرفها عشان برضو لو في منها نقدر نتجنبه فنتجنبه. من 70 ل 80% بيكون وراثي، يعني الأب أو الأم أو الاتنين، فبيطلع الطفل زيهم. طيب في جزء منها عضوي، في جزء منها عضوي. طيب العضوي دوت ممكن يكون سببه إيه؟ نقص أو تأخر في نمو الجزء الأمامي من القشرة المخية. في برضو اضطراب في كمية المخ، ومش هنتطرق للحاجات دي، لكن احنا بنقول برضو مجازا الحاجات دي احنا ملناش اي دخل فيها، فما نقدرش ان احنا نغيرها. ممكن المشاكل الأسرية والاجتماعية، فدي بقى الحاجات اللي احنا ممكن نخلي بالنا منها. المشاكل الأسرية والاجتماعية، الحرمان البيئي والعاطفي، طفل حطيناه قدام الموبايل قدام التلفزيون حرمناه من التفاعل الاجتماعي، طفل مش مهتمين بيه، مش مدينه حنان، مش مدينه اهتمام، فممكن ده كله يكون سبب. تعرض للعنف والإيذاء النفسي والجسدي، ممكن الضرب يا جماعة ممكن يكون سبب، ممكن يكون سبب. العادات الغذائية الخاطئة، زي اللي هو ايه؟ الأكل السريع، الأكل من بره، اللي الأطفال بقى من السهل عندهم جدا ان هم يقعدوا ياكلوا أكل من بره بشكل مفرط، فممكن يكون. والمشروبات الغازية اللي كلها سكر ممكن برضو تكون سبب. التلفزيون، الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، الفيديو جيم، الألعاب العنيفة، المحتوى اللي مش مناسب لطفل، المصارعة، كل دي ممكن تكون سبب، كل دي ممكن تكون سبب. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه هو فرط الحركة، عرفنا امتى ممكن نقول ان الطفل احتمال يكون عنده ADHD، بس لازم نروح للمختص بقى عشان هو اللي يشخصه لنا ويدينا التعليمات.
وعرفنا ايه هو اسبابه. عشان نعرف بقى ازاي نعالجه فنستنى بقى الفيديو اللي جاي. احنا هنقول تعليمات وتوجيهات للاب والام، بس زي ما قلنا ما دام هنشخصه يبقى لازم مختص، والمختص هو هيساعدنا بنسبه كبيره. بس من هنا لوقتها فهنقول شويه ارشادات للاسره تعمل ايه مع الطفل لو هي شكت ان هو عنده ADHD. استنوا الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله هقول لكم كل حاجه عن ازاي نتعامل. وقبل ما ننهي كالعاده نصلي على النبي واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.